السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة خولة وعشركم مبروك. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم عجينة الصابلي المعتمدة عندي، كتجي هشيشة وكتجي لذيذة. نتمنىكم تجربوها. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لمقادير هذه الوصفة كنحتاجو 250 غرام تاع الزبدة، كاين عندنا 2 كيسان تاع الزيت، 2 كيسان تاع السكر، كاين سكر سنيده وسكر كلاصي، انا هنا خدمت غير بالسكر سنيده، كاين 4 ديال البيضات، كاين سكر فاني والدقيق. ما تنساوش قبيصه نتاع الملح. وبالنسبه لتغيير المذاقات كاين كاوكاو مرحي، كاين البسكوي مرحي، كاين الفيرميسيل، كاين الشوكولات. بسم الله على بركه الله. كناخذ الزبده كنزيدو عليها 2 كيسان تاع السكر، كنخدموهم مزيان، وقبيصه نتاع الملح، كنزيدو الزيت وكنخدموه مزيان مع الزبده والسكر. كنزيدو 4 ديال البيضات مع السكر فاني، كنخدموهم مزيان. في الاخير كنزيدو الدقيق على حسب الخليط. هذه هي العجينه نتاع الصابلي بعد ما جمعناها. كنقسموها وكنديروا فيها المذاقات، كاين الكاوكاو، كاين الشوكولات، كاين البسكوي مرحي. ومن بعد كنشكلوها على حسب الرغبه وعلى حسب الاشكال اللي عندكم تاع الرشامات. هذا هو الصابلي بعد ما وجد، والتزيين كيبقى اختياري. هذه هي الوصفه نتاع اليوم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات، البارطاج والاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي.